السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جاي لكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ده هيبقى فيديو بسيط جدا جدا، بس انا حبيت اطمنكم على الفرخه الرومي اللي صلي كانت على الديك، محمد. اللي كانت مع الديك والبطه اللي الثعلب دخل عليهم. ديت الروميه انا كنت فاقده فيها الامل جدا جدا، وقلت لكم هعالجها وكنت واثقه في كلامي ان انا هعالجها. الروميه دي ما كانتش بتقف على رجلها خالص، انا كنت باكلها وبشربها بايدي، كنت بسقيها بالسرنجه وباكلها بايدي، بزغطها زي اي حاجه بتتزغط. الحمد لله، الف حمد والشكر لك يا رب. الروميه بدات تقف على رجليها وتاكل لوحدها زي ما انتم شايفين حضراتكم. يعني بس عشان اللي بيقول لي انت ما بتعرفيش تربي حرام عليكي، بيقول لي خلاص خلاص ايه بقى، انا مش عارفه. زي ما انتم شايفين حضراتكم الروميه ديت كانت فاصله اكل نهائي، ما كانتش بتقف على رجليها تماما. يعني هي بقالها اسبوع راقده كده على الارض، لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتقف على رجليها. الحمد لله، الفضل يرجع لربنا. ثم اللي انا عملته وياها، اللي انا ما بعرفش اربي، لو انت عندك الحاله ديت هتذبحها وترميها، مش هتعرف تعالجها اساسا. بس عشان الناس بتحب تشكك في بعضها وبتحب انها تضايق بعضها بس، والله اعلم. يعني ان كان حد زقك عليا انك تشكك في شغلي او في محتوايا، الحمد لله الفرخه دي كانت ميته تماما، كانت منتهيه الحمد لله. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان الخير. الفرخه ديت انا اشتغلت معاها، حبيت ان انا اعمل لها مطهر معوي. المطهر المعوي اللي كان موجود معايا وصفه طبيعيه جدا جدا، وهو الشيح. الشيح يا جماعه انا كنت شغاله معاها شيح، كنت بزغطها توم وبقيت اكلها العلف. اشتغلت معاها شيح وكركم في الميه، اشتغلت معاها الاسبوع بنفس النظام وبنفس الوضع الحمد لله. ربنا يبارك يا رب. ابن الخير دايما الحاجه اللي في ايده بتبقى خضره مش ناشفه، والحمد لله انا بنت خير وما ببصش لحاجه حد، وربنا راضيني. الف حمد وشكر لك يا رب. اي نعم بتضيق ساعات بس بتفرج والله العظيم. بس الحمد لله انا لما اكون مرتبطه بحاجه وربنا مش حابب يزعلني فيها، بفضل معاها والله العظيم، وافضل معاها للنهايه لحد ما ربنا يكبر خاطري فيها. فالحمد لله والشكر لله. الروميه قدام منكم بدات انها تاكل اهيت. انا مش هخرجها بره خالص دلوقتي لانها لسه برضو ما استردتش صحتها زي ما كانت الاول. فربنا يبارك يا رب. اي نعم انا خسرت الديك التايجر بتاعي، بس الحمد لله ما كان ليش نصيب فيه. انا حاليا انا سبت الفراخ البط والرومي يوم واحد بس بره، وحصل معاهم اللي حصل ده. بس رجعت انا تاني بحبسهم في نفس المكان اللي كانوا بيتحبسوا فيه الاول، اللي هو المكان ده. فربنا يبارك يا رب. انا كنت طلعتهم بره عشان ما يحصلش اي ميكروب او يحصل اي مضاعفات للفراخ البيضاء، بس عشان ما اخسرش ايه الكميه كلها. فانا قفلت على الفراخ البيضاء من يمهم وسبتهم هم في المكان ده. فربنا يبارك يا رب. حبيت بس اطمنكم اقول لكم ان مفيش مستحيل يا جماعه، مفيش مستحيل. اللي فاهم في الشغلانه بيقدر ان هو يعالج الشيء اللي قدام منه او الحاجه اللي قدام منه. والحمد لله انا فاهمه وواثقه في شغلي تماما، والاعشاب الطبيعيه مفيش احسن منها، انا بعالج بيها وبشتغل بيها. وربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. حبيت بس ان انا اوريكم الروميه واقول لكم ان الروميه وقفت على رجليها وبدات تاكل لوحدها. يعني النهارده انا دخلت حطيت لها العلف وقلت اسيبها، فصورت معاكم من اول لحظه انا حطيت، بعد ما حطيت العلف ليها صورت معاكم وحبيت اوريكم ان الروميه بتاعتي بدات انها تاكل لوحدها. الميه اللي موجوده قدام منها ديت ده شيح على شاي على ليمون، شيح على شاي على ليمون عشان اعمل لها مطهر على طول باستمرار، لان كان حصل عندها اسهال. لان كانت مناعتها ضعفت خالص، شايفين الاماكن كان حصل عندها اسهال. المكان ده مجرد ما اخرج الروميه منه هنضفه واعقمه تماما عشان لو حطيت فيه اي طيور تانية ما يبقاش فيها اي ميكروب. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان. اللي حابب يا جماعه يتعامل معايا بنفس النظام وعلى طريقتي وعلى اسلوبي، على راسي من فوق. واللي مش حابب برضو على راسي من فوق يا جماعه. القناه مفتوحه لاي حد يدخلها، كل واحد يقول رايه زي ما هو حابب. وانا مش بزعل من حد وباخد الامور بسيطه، بس انا حبيت ان انا ارد على التعليق بس وخلاص مش اكتر. دي كان الفيديو بتاع النهارده، حبيت اقدم لكم فيديو بسيط جدا جدا واوريكم الروميه بتاعتي وصلت لفين. استنوني فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.